هاد المراه عندها 42 عام، في قمه العطاء ديالها، خدامه ومعروفه بالضحكه ديالها اللي ما كتفارقهاش. استher استيبا قررت في 2023 تمشي لاليكانتي في اسبانيا باش تبدا صفحه جديده في حياتها. كانت بغات تخدم، تشوف البحر وتعيش حياه ديال الاحلام ديالها اللي كانت دائما كتخطط ليها، بعيده على المشاكل اللي كانوا عندها، سورتو انها كانت في علاقه مع واحد الراجل اللي كان كيعنفها. استher قررت انها تخلي كل شيء موراها وتبدا صفحه جديده في اليكانتي في اسبانيا. استher كانت عزيزة عليها حياة السفر، عزيز عليها تمشي تسافر لمدن جداد وتكتشف حياة جديدة. استher أهم حاجة كانت عندها في حياتها هي ماماها اللي كانت ساكنة في سيفيا. ماماها كل نهار كان كيوصلها الجديد ديال استher، يا اما كتعيط لها في التليفون ولا كدير معها ابل فيديو ولا كتصيفط لها دي ميساج: ماما انا لاباس، شوفي هذا البحر شحال زوين، ما كرهتكش تجي عندي، خليني غير نستقر ونعيط لك ونقطع لك البيي. كانوا دي مومون بساط، ولكن كانت كتطمن بهم ماماها عليها كل نهار لانها كانت عارفه انها كتشطن عليها. نهار 21 اوت في 2023 كاع الميساجات وكاع لي زابيل من عند استher تقطعوا. ماماها ما بقى كيوصلها والو من عند استher، لا مكالمات لا ميساجات لا تصاور لا والو، كل شيء تقطع في خطره واحده. استher كانت كتغبر لمده ساعات، ولكن ضروري ما كتعيط لماماها في الليل وكتطمنها عليها وكتقول لها بان انا بخير وها اشنو درت، وبحال كتعطيها الغابور ديال النهار لانها ماماها كانت عزيزه عليها بزاف. ماما استher فاش لاحظت ان بنتها غبرات بدات كتعيط لها، ولكن استher ما كتجاوبش. ماماها قلبها مرتاحش وكانت مخلوعه على استher بزاف. ولكن واحد النهار وصلها واحد الميساج، هذا الميساج غادي يكون هو بدايه النهايه. الميساجات اللي بداو كيوصلوا لماما استher كانوا في شي شكل. الهضره كانت بارده بزاف، كانوا فيها اخطاء املائيه استher ما مولفاش كديرهم. ماماها حست ان شي حاجه ماشي هي هذيك، فبدات كتسائل بان هاد لي ميساج محال واش استher اللي كاتباهم، لان كل واحد فينا كيكتب بطريقه مختلفه. كاين اللي كيستعمل الفاصله والنقطه، كل واحد كيفاش كيدير. انا شخصيا كنلاحظ فاش كنكتب لي ميساج ديالي كنشوف عندي واحد الطريقه ديال الكتابه. فماماها حسات بنفس الشيء، واللي زاد اكد ليها ان شي حاجه ماشي هي هذيك هو لو فات انها كانت كتعيط لبنتها ولي زابيل كيدوزو من نيشان البوات فوكال. فهنا ماماها حسات بان شي حاجه ماشي هي هذيك طاريه لاستر. استيبا كانت بنت معروفه بالقلب الكبير ديالها، كانت عزيزه عليها الحياه والسفر. صحاباتها كانوا كيقولوا باللي دائما كانت كتبغي تعاون الناس وديما كانت بوزيتيف. في 2023 امور ديك العلاقه الخايبه اللي كانت عندها مع ليكس ديالها كانت محتاجه دير واحد بوز في حياتها وتبدا حياتها من جديد وتنسى حياتها القديمه. فقررت انها تمشي لاليكانتي، سورتو ان هي اليكانتي كانت كتعجبها بزاف. كانت كتخرج كدور في الكاستيو دي سانتا باربارا، كتاخذ تصاور، كتصيفط لماماها وصحاباتها، وكانت كتبان بانها فرحانه بزاف فاش كانت في اليكانتي بالمقارنه مع البلاصه اللي كانت عايشه فيها من قبل. فاش كانت كتمشى في ليكسبلانادا كانت كتقول لهم بانها كتحس بان الحياه فيها الوان كثيره، وهي يلاه بدات كتكتشف هذه الالوان. ولكن رغم هذا الشيء كامل استر كانت كتقول لصحاباتها ولماماها انها واخا في بلادها كانت كتحس شويه بالوحده وبالغربه، لان استر كانت في مدينه جديده وما كانوش عندها الاصدقاء اللي مولفه كانوا كيكونوا معاها في المدينه اللي كانت فيها. وهذا الشيء اللي خلاها تدخل لواحد العالم جديد اللي كيبان زوين بزاف من برا ولكن فيه الدياب داخل. وهذا العالم للاسف سميتو تيك توك. مور ما خلات حياتها كامله في سيفيا وجات لاليكانتي، في واحد الليله استر قررت انها تدخل لتيك توك ودير صحاب جداد. فبدات كتقلب على داكشي اللي هي كان كيعجبها، وهو السفر في اسبانيا والناس اللي كيتنقلوا من بلاد لبلاد وما عندهمش واحد البلاصه اللي فيكس كيجلسوا فيها. هنا غادي تلاقى مع واحد الراجل سميتو خوسي خورادو مونتيا. هاد السيد ما كانش مجهول الهويه ولا انسان عادي كتلاقى معاه في الشارع ولا في شي كافي. كان بيرسوناليتي معروفه في تيك توك في اسبانيا، كيدير لي لايفز بالسوايع، لكن كيدير لي لايفز وقيلا النهار كامل، لان السيد ما فريمون ما كان عنده ما يدار، وحياته كانت كدور على انه يشارك كل دقيقه وكل حركه مع لي زابوني ديالو. كان كيبان راجل عادي، كانوا عنده بزاف ديال لي زابوني، كان دائما كيضحك مع لي زابوني ديالو وكيتونجاجا معاهم، اللي خلى ليه كومونتير كيجاوبوا سور بلاص وكيبقى كيهضر معاه. يعني السيد اللي بين حياته كامله مبازيه في تيك توك. استر ملي شافت الكونتوني ديال هذا الراجل عجبها بزاف، لانه كان كيبارطاجي معاها نفس الحوايج اللي هي كانوا كيعجبوها، لانه حتى هو ما كان كيخلي حتى شي بلاصه في اسبانيا ما كيمشيش ليها، وهي كانت هذاك هو الحلم ديالها، هو انها تدور اسبانيا كامله وتشوف من مدينه لمدينه. فبدات كتكومونتي ليه في لي باج ديالو، كتانجاجا مع لي كومونتير اللي كيخليو ليه الناس، وهو لاحظ هذا الشيء وبدا كيكومونتي ليها، وبشويه بشويه بدات بيناتهم واحد العلاقه ديال الصداقه في الانترنت. هنا غادي نوقفوا شويه.
المشكله ديال لي ريزو سوسيو هي ملي كتشوف واحد الانسان كتقول بانك كتعرفوا لانه كيبين ليك الحياه ديالو في هذا البلاتفورم ديال تيك توك. كنساو بان هاد الناس كيبينوا لنا داكشي اللي حنا كنبغيو نشوفوا، وداكشي اللي كيخليك انت وانا وواحد اخر يدخل يخلي ليه ان كومونتير. بداو كيديروا دي ميساج. في الاول العلاقه بدات في لي كومونتير في لاباج ديالو، من بعد داس وصيفط ليها ميساج بريفي وبقاو كيتميساجاو، و بوتي تا بوتي قال لها بغيت نتلاقى معاك فاس فاس. و استher قالت ليه افيك بليزير. ما كانتش عارفه بلي هذاك اللي في التيك توك اللي كان كيعجبها بزاف وكانت كتكومونتي ليه وكان كيقتلها بالضحك غادي تسيف الوحش عمرها تلاقات به من قبل. كفس من هذاك اللي كانت مصاحبه معاه وكانت عايشه معاه حياتها وخلاته وجات الاليكانتي. ماما استher من 21 اوت وهي باقي كتقلب وكتعيط على بنتها في التليفون، ولكن بدون جدوى. قررت اخيرا انها غادي تكونتاكتي البوليس وعاودت لهم كل شيء. البوليس بيان سور سمعوا داكشي كامل اللي ماما استher قالت لهم، ووراتهم لي ميساج وكيفاش تبدل الستيل ديال الكتابه ديالها وكيفاش كانت كتكتب ليها كل نهار، وداكشي تقطع من لو 21 اوت. ملي سالات وكملات قالوا ليها ما عندنا ما نديرو ليك لان هاد السيده راها مرا كبيره، وبما انها مشات لاليكانتي فهي قررت انها بغات تبدا حياه جديده بعيده على كل شيء، فماشي غريب انها ما بقاتش كتهضر معاك. وجمعوا القضيه وطواوها. ولكن ماما استher ما استسلماتش وبقات كتقلب على بنتها، ما خلاتش شكون سولات صحاباتها، اي واحد يقدر يكون عنده علاقه من قريب ولا من بعيد مع استher. ومورا اشهر عاودات مشات عند البوليس وقالت لهم راه ما يمكنش ان بنتي اختفت لهاد المده كامله. واخيرا قرروا انهم يعاونوها وبداو كيشوفوا في حياه استher وبداو كيجمعوا الخيوط. بداو من نهار 21 اوت اللي ماماها قالت لهم بانها اختفت. اول حاجه بداو فيها هو لي كاميرا وفين كانت ساكنه استher في اليكانتي، باش يقدروا يلقاو شي دليل اللي غيلاقيهم بشي حد اللي كان تلاقى مع هذاك النهار ولا شي صديق ولا صديقه تلاقاتهم. البوليس لقاو فين استher كانت ساكنه في اليكانتي، فمشاو لهذاك لوطيل اللي هو كان بحال هوستل، يعني كيكون هو بحال لوطيل ولكن رخيص شويه وما كتكريش اون شومبر، كتكري غير ناموسيه في هذاك الهوستل. البوليس ملي شافوا لي كاميرا ديال داك الهوستل فعلا لقاو بان استher كانت عايشه حياتها تماك عاديه. ولكن اخر حاجه صورت هذيك الكاميرا هو انها دخلت لوطيل ومن بعد خرجت من لوطيل. وهذيك الخرجه الاخرى اللي خرجت مع من كانت مع داك التيك توكر خوسي خورادو مونتيا. بوليس فرحوا لانهم واخيرا غادي يلقاو شي واحد اللي يقدر يوصلهم لفين استher كاينه وعلاش مخبيه. في لي كاميرا كانت كتبان مرتاحه معاه بزاف، كانوا كيتمشاو حدا بعضياتهم، كانوا كيضحكوا، ما كانت كتبان عليها حتى شي اثار ديال انها خايفه ولا ما بغاش تهضر ولا بغات تهرب. وهاد المشاهد ديال استher كانت هي اخر مره غادي تشاف فيها حيه. البوليس ايميدياتمون بداو كيديروا لي ريشيرش ديالهم باش يلقاو هاد خوسي خورادو مونتيا. ملي بداو كيقلبوا اول حاجه بانت لهم هو انه كان واحد البيرسوناج معروف في تيك توك. بداو كيشوفوا لي لايف ديالو باش يعرفوه قبل ما يجيبوه يديروا معاه اونكيت. هنا تقدروا تشوفوا كيفاش لي لايف ديالو كانوا كيبانوا وكيفاش كان كيضحك وكيهضر مع الناس وكيتونجاجا مع لي زابوني ديالو. البوليس مورا ما عرفوا هادشي على خوسي قرروا انهم يعيطوا عليه ويجيبوه للستاسيون ديال البوليس باش يسولوه على استher. فخوسي بكل سهوله جا وقال لهم انا مستعد انني نتعاون معكم، وقال لهم بانه فعلا تلاقينا وجيت عند هذاك النهار وكانت باغا تكمي واحد الكارو كميناه بجوج، ومن بعد قالت لي بغيت نمشي نتلاقى مع صحابي اخرين، فقال لها بسلامه وخلاها مشات وهو مشى لدارو. وهادشي بيان سور كان كيبان عادي، ولكن المشكل هو ان استher ما عمرها ما بقات رجعات مورا ما خرجات مع خوسي هذيك الليله. البوليس خداو كاع داكشي اللي قال لهم خوسي وداروا لي زونكيت ديالهم ومشاو لهذيك البلاصه اللي قال لهم راه كمينا فيها كارو. من بعد قلت ليها بسلامه وانا مشيت في حالي. ملي شافوا في هذيك البلاصه ما كاينه حتى شي كاميرا ورات بان استher كانت تما ولا راجعه بوحدها ولا شدات شي طاكسي. السيده ما كاينش ليها الاثر بالمره. اذا فين مشات استher مورا ما خرجات معاكم مشيتو كميتو كارو؟ وشكون هما هاد صحابها؟ ساشون كو استher ما كانوش عندها الصحاب وكانت ديجا كتبات لصحاباتها. كنحس براسي وحيده لان ما عندي حتى شي واحد، وكان باين ان هاد خوسي كان اول واحد غادي تعرفوا في اليكانتي. الكاميرات ديال الهوستيل ما بينوش بانها شي مره جا عندها شي واحد ولا تسناها شي واحد قدام الهوستيل وخرجت معاه ابار خوسي. فعاودوا سولوا خوسي وقالوا ليه واش كتعرف شي اصدقاء ديالها، واش قالت لك شي حاجه ماشي تلهيه، تقدر تورينا فين تقدر تكون مشات؟ قال لهم بيان سور انا هاد السيده ما بيني وما بينها حتى شي علاقه، غير كومونطات ليا في الباج ديالي. قلت لها واش بغيتي تلاقاي؟ قالت لي انا راه كاينه بوحدي هنايا، وعاودت لي القصه ديالها وبقات فيا. وقلت لها اجي نتلاقاو انا وياك نكميو واحد الكارو، مي ابار سا انا ما كنعرف عليها
حتى شي حاجه. دازو ايام والبوليس ما لقاو والو، ما خلاو فين نقلبوا في لي كاميرا ديال دوك البلايص اللي حدا الهوستل باش يقدروا يلقاو شي علامه ولا شي حاجه كتبين بان استر دازت من تماك، ولكن ما كان والو. ماما استر بدات كتحماق، كتقول لهم علاش بنتي ما كتجاوب، علاش لي زابيل ديالي كيدوزوا للبواط فوكال. كتقول لهم راه بنتي امبوسيبل ما تهضرش معايا، راه الا كانت باقيه حيه وعندها التليفون ديالها راه ضروري ما تجاوب عليه. الهضره بدات كتنتشر في البلاد، كلشي ساق الاخبار في الاسباني اي سورتو في اليكانتي. الاخبار بداو كيهضروا بزاف على الاختفاء ديال استر وفين تقدر تكون مشات. حتى لواحد النهار ماما استر غادي يعاود يوصلها واحد الميساج اللي غادي يبدل ليها حياتها كامله. فيه: ماما ما تبقايش تعيطي عليا، ما تبقايش تقلبي عليا، انا ما بقيتش بغيت نهضر معاك، انا بغيت نعيش بوحدي وبغيت نبدا صفحه جديده في حياتي، وانتي ما بغيتكش تكوني معايا في هذه الحياه. انا قررت انني ما نبقاش في اسبانيا، انا غادي نسافر لبلاد اخرى، ما تبقايش تقلبي عليا وقولي للبوليس ما يبقاوش يقلبوا عليا. ماما استر تخلعات وعيطت للبوليس وقالت لهم بان راه هاد الهضره وهاد الكتبه اللي كاينه في هاد الميساج ماشي ديال بنتي. استر ما كتهضرش بهاد الطريقه، بنتي كانت دائما حنينه معايا. وقالت لهم بان بنتي حياتها كامله وهي كتعيط ليا ماميتا، ما عمرها ما كتبت ليا ماما. ماما مسكينه كانت كتهضر مع البوليس وهي كترعد وكتبكي، ولكن البوليس كانوا مبردين الدم ديالهم لانهم واخيرا لقاو واحد الخيط اللي غيجيب لهم الاجوبه كاملين على فين استر تقدر تكون. البوليس ديك الساعه مشاو وتبعوا الجي بي اس ديال التليفون ديال استر. الغريب هو انه التليفون ديال استر بقى كيتحرك في نفس البلايص اللي فيهم هاد خوسي اللي كانت تلاقات معاه، لان البوليس بقاو شاكين فيه رغم داكشي كامل اللي قالوا ليه، لانه كان اخر واحد شاف استر وكانت احتماليه كبيره انه يكون هو اللي دار ليها شي حاجه، فبقاو مراقبينه ومراقبين التحركات ديالو. يعني من هادشي كامل توضح البوليس بان خوسي هو اللي كان هاز التليفون ديال استر وكيجاوب الام ديالها باش يبعد عليه الشبهات ديال انه تقدر تكون عنده علاقه بالاختفاء ديال استر. مور اشهر ديال البحث ولي زونكيت كلشي كان كيتمنى تكون استر، بصح بغات تبدا حياه جديده ومشات لشي بلاد اخرى باش تعيش حياه هادئه كيف ما كانوا هذوك لي ميساج كيوصلوا لماما استر. ولكن في فبراير ديال 2024 واحد الجروب ديال الرجال كانوا كيتمشاو في الطريق ديال واحد الغابه بعيده في غانديا في الاسباني. غادي يلقاو بان كاينه شي حاجه غريبه في الارض. ملي قلبوها لقاو بانها جمجمه ديال بنادم. الرجال تخلعوا بزاف وعيطوا للبوليس سور بلاص. البوليس جاو للبلاصه وقلبوا هذيك الجمجمه اللي لقاو الناس. من بعد لي زاناليز ديال لادين بانت واحد الحقيقه اللي صادمه. هاد الجثه اللي تلقات في هاد الغابه البعيده كانت ديال استر استيبا. البحث الجنائي والادين اللي داروا البوليس للجثه اكدوا الخبر اللي ما كان حتى شي واحد كيتمنى يسمعوا على استر، وهو ان استر تقتلات وتلاحت في الغابه. القضيه مشات من قضيه اختفاء ديال مراه عندها 42 عام، القضيه ولات قتل العمد في حق استر استيبا. ماما استر لقات الجواب ديال السؤال ديال علاش بنتها غبرات في 21 اوت، ولكن دابا بداو اسئله اخرين ديال شكون اللي دار هادشي لبنتها وعلاش داروا هادشي لاستر، لانها فريمون ما كانتش كتستاهل داكشي اللي طرا ليها. البوليس كان ديجا عندهم مشتبه به رئيسي في هذه القضيه اللي هو خوسي خورادو مونتيا، لانه كان اخر واحد شافها وكان خرج معاها من الهوستل، زائد انه كان اكيد انه هز معاها التليفون ديالها. فالبوليس قرروا انهم يقلبوا اكثر في حياه هذا الراجل هذا باش يعرفوا عليه المزيد ويقدروا يلقاو شي دليل قاطع بانه هو اللي قتل استر. من يبداو كيقلبوا في الباسي ديالو لقاو شي حوايج اللي كيخلعوا. بيان سور لقاو الباج ديالو اللايفز ديالو اللي كان كيدير في تيك توك. هاد خونا كان معروف في تيك توك بسميه ديناميتا، ولكن خوسي ما كانش غير تيك توكر عادي كيدير اللايفز باش يتونجاجا مع لي زابوني ديالو. هذا كان راجل كبير بزاف، كان في السبعينات ديالو، كان كيبان في تيك توك بواحد الستيل غريب، وكنظن بان هذاك الستيل ديالو هو اللي خلى الناس يبداو يتابعوه. ديما كان كيصور راسو في الطريق، كيصور راسو كيمشي، كيصور راسو كياكل، كيصور راسو كيهضر، مي فريمون كان كيبين التحركات ديالو كاملين. كان كيبيع راسو لي زابوني ديالو على انه هو نوماد كيعيش من بلاصه في بلاصه في اسبانيا وما عندوش بلاصه فيكس. وفي بزاف ديال لي لايفز ديالو مورا ما اختفت استر كان كيقول بانه ما بغاش يبقى في اسبانيا، وكان كيهضر على واحد الفكره ديال انه بغى يمشي للبرتغال وبغى يبدا حياه جديده في البرتغال. الاغلبيه ديال لي زابوني ديالو كانوا كيتفرجوا فيه كيقولوا لي انه كان راجل كبير بزاف، وكانوا كيعجبهم يشوفوا الحياه من المنظوريه ديالو، سورتو انه كان بوحدو ما كانوش عنده الفلوس، وكانوا كيشوفوا بانه كان ساتيسفي بزاف بهذيك الحياه البسيطه اللي عنده. ولكن الحقيقه ما كان حتى واحد كيعرفها.
الحقيقه ديال خوسي كانت انه عنده ماضي خطير بزاف، وكون هادوك الناس لي زابوني ديالو كانوا عارفين الماضي ديالو، حتى شي واحد ما كان غادي يتفرج فيه ولا يضحك معاه ولا يكومونتي ليه. هذا الراجل خوسي اللي كان كيبين انه عنده 70 عام وراجل بسيط وباغي غير يضحك، كان مدوز 28 عام في الحبس. علاش؟ حيت قتل 4 ديال الناس في الثمانينات، ومورا ما خرج من الحبس بغى يبدا حياه جديده ويبدا صفحه جديده في حياته. فاسهل حاجه كيفاش غادي يدير هادشي هو انه يبدا يدير لايفز في تيك توك. من يبدا ودار الفيديو الاول ديالو، الناس عجبهم بزاف وبداو كيتفرجوا فيه دغيا، والناس بداو كيبارطاجيو لي فيديو ديالو، وطلعت عنده الحركه في الكونت. انا بيرسونيلمون ما عرفتش علاش، ولكن الناس بزاف كل واحد وشنو كيعجبو. وهنا بدا كيوري لي زابوني ديالو السفر ديالو في اسبانيا، ولا كيمشي من مدينه لمدينه. وهذا السفر هو اللي غادي يلاقيه مع هاد البنت اللي سميتها استر استيبا، ملي بجوج كانوا في اليكانتي. مورا ما كومونطات ليه وكتب ليه هو في بريفي وقال ليها بغيت نشوفك، تحولات هاد القصه من قصه ديال اميتي لقصه غادي تولي وحده من اغرب الجرائم اللي هزت اسبانيا. اليوم خوسي خورادو مونتيا كيتسنى المحاكمه في الحبس، ولكن العائله ديال استر مازال كتسنى جواب واحد: شنو وقع بالضبط في هذاك النهار؟ علاش بنتهم خاصها تموت بهذيك الطريقه؟ خوسي باقي كيتسنى المحاكمه لحد الان، وباينه ان المحاكمه غادي تسالي بالحكم المؤبد على خوسي، باش ما عمرو ما باقي غادي يخرج ولا يقدر يستعمل تيك توك. لان بزاف ديال البوليس كانوا كيقولوا بانهم شاكين ان خوسي استر ما كانش هي الضحيه الوحيده ديالو مورا ما خرج من الحبس، ويقدر يكون عن طريق تيك توك جرب ناس اخرين وتعدى عليهم وقتلهم. وهذا الشيء مالوغيزمون كان هو اللي دار لاستر، كان تعدى عليها وموراها قتلها ولاح الجثه ديالها في هذيك الغابه. هاد القصه كتفكرنا بحاجه وحده اللي خطيره، ماشي اي واحد كنشوفوه في السكرين ديال التليفون ممكن نثقوا فيه ثقه عمياء ونمشيو معاه فين ما هو بغى، حين من لقاء بسيط من تيك توك يقدر يبدل الحياه ديال الانسان كامل.